في فيديو النهاردة هنتكلم عن 5 وسائل أساسية لو التزمت بيهم هتقلل بشكل كبير جدا خطر إصابات الجيم، سواء إصابات العضلات أو الأوتار أو المفاصل، وخصوصا لو بتتمرن بانتظام أو أوزان تقيلة. شفائيات. أول وسيلة، ودي من أهم الحاجات اللي ناس كتير بتستهين بيها، وهي الإحماء الصحيح قبل التمرين. الإحماء مش رفاهية ومش مجرد حركات عشوائية. الإحماء العلمي بيجهز العضلة والعصب والمفصل للحمل اللي جاي. لما تسخن العضلة درجة حرارتها بتزيد، وده بيخلي الألياف العضلية أكتر مرونة وأقل عرضة للتمزق. كمان الإحماء بيزود تدفق الدم والأكسجين، وده بيحسن سرعة الاستجابة العصبية. الإحماء لازم يكون على مرحلتين: إحماء عام زي المشي السريع أو العجلة 5-7 دقايق، وبعده إحماء خاص بالعضلة اللي هتتمرنها باستخدام أوزان خفيفة وتكرارات أعلى. دخول التمرين التقيل فجأة من غير إحماء هو من أكتر أسباب تمزق العضلات وإصابات المفاصل. تاني وسيلة، وهي التكنيك الصحيح أثناء التمرين. مهما كان الوزن تقيل، لو الأداء غلط فالإصابة مسألة وقت. التكنيك الصح بيخلي الحمل يتوزع على العضلة المستهدفة بدل ما يضغط على المفصل أو الرباط أو الفقرات. مثلاً في السكوات أو الديد ليفت، أي انحناء غلط في الظهر ممكن يسبب إصابة في الفقرات القطنية. وفي تمارين الصدر، فتح الكوع زيادة عن اللزوم بيضغط على مفصل الكتف. العلم بيأكد إن التحكم في الحركة، خصوصاً في الجزء السلبي من التمرين، يقلل الإجهاد على الأوتار ويحمي المفاصل. السرعة الزايدة وعدم التحكم هم عدوك الأول. الوسيلة الثالثة، التدرج في الأحمال وعدم الاستعجال. الجسم بيتأقلم تدريجياً مع الضغط، سواء عضلات أو أوتار أو أربطة. زيادة الوزن بسرعة أكبر من قدرة الجسم على التكيف بتؤدي لإصابات إجهادية مزمنة زي التهاب الأوتار أو آلام الركبة والكتف. التحميل التدريجي الصحيح معناه تزود وزن بسيط أو تكرار أو شدة، لكن مع الحفاظ على الأداء والنوم والتغذية. الدراسات بتوضح إن الأوتار بتحتاج وقت أطول من العضلات علشان تقوى، فحتى لو عضلتك قادرة، الوتر ممكن يكون لسه مش جاهز. الوسيلة الرابعة، الراحة والنوم الكافي. الإصابات مش بتحصل بس بسبب التمرين، لكن كمان بسبب نقص الاستشفاء. أثناء النوم الجسم بيفرز هرمون النمو، وبيحصل ترميم للألياف العضلية والأنسجة الضامة. قلة النوم بترفع هرمونات الإجهاد زي الكورتيزول، وده بيضعف الأوتار ويقلل التركيز العصبي أثناء التمرين، وبالتالي يزيد خطر الإصابة. كمان التدريب المستمر بدون أيام راحة بيؤدي لإجهاد مزمن، وده بيظهر في صورة آلام مفاصل أو شد عضلي متكرر. الراحة جزء أساسي من البرنامج، مش علامة كسل. الوسيلة الخامسة، التغذية السليمة وشرب المية. العضلات والأوتار والمفاصل محتاجة وقود علشان تشتغل وتتعافى. البروتين ضروري لإصلاح الأنسجة، الكربوهيدرات بتوفر طاقة وتحافظ على الإداء، والدهون الصحية بتدعم صحة المفاصل والهرمونات. نقص المعادن زي المغنيسيوم والبوتاسيوم بيزود التقلصات العضلية، ونقص فيتامين دي والكالسيوم بيضعف العظام. كمان الجفاف بيقلل مرونة الأنسجة وبيزود خطر الشد العضلي. شرب المية قبل وأثناء وبعد التمرين عامل أساسي في الوقاية من الإصابات. الخلاصة، إصابات الجيم مش حظ ولا سوء نصيب، أغلبها نتيجة أخطاء بسيطة لكن متكررة. إحماء صح، تكنيك مظبوط، تدرج في الأحمال، نوم كافي، وتغذية سليمة. ال5 عوامل دول لو التزمت بيهم هتتمرن بأمان وتحقق نتائج وتبعد عن التوقفات الطويلة بسبب الإصابة. ولو عايز تستمر في الجيم سنين من غير مشاكل، الوقاية أهم بكتير من العلاج. ولو حابب فيديوهات أكتر عن التمرين الآمن وبناء العضلات بطريقة علمية، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.